السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتنة من عبد الله بن سبأ لوائل غنيم. عبد الله بن سبأ في ناس بتنكر وجوده أصلا زي إبراهيم عيسى، لأن بيقول إزاي واحد كده يجي زي عبد الله بن سبأ ده يخلي الصحابة يضربوا في بعض ويعمل فتنة تكاد طاحنة تكاد يعني أو شكت إنها تنهي الأمة الإسلامية تماما. إزاي واحد بس يقدر يعمل كده؟ في ناس تانية في بداية الثورة المصرية تقول لك إزاي واحد زي وائل غنيم هو اللي يقدر يعمل ثورة؟ مستحيل. There were two people that are instrumental in the revolution of Egypt. Both of them were vice presidents of Google. When we started to do our homework on this, we found that the State Department has worked with Google and youth groups, I think it's AYM youth group, to organize this revolution. When you heard the president say it was youth like you, and it's the new media, it is social networking that brought on the revolution. He was talking about Google. But you believe they have a relationship with the State Department? No, I don't believe it. I've seen it. Okay, so we know. Yeah, we know that they are working with Google. Google has admitted it. And what does the State Department want to accomplish through Google? The revolution in Egypt. That's what they were working on, the revolution. They wanted Mubarak out of there. Yes. فالفيديو ده بيشرح للناس ازاي ممكن واحد عنده ملكة التعامل والحرب بالعقيدة ازاي يقدر يعمل ثورة، ازاي يقدر يعني يحارب أمة، يخلي الأمة تحارب نفسها. تعالوا كده نشوف عبد الله بن سبأ ده عمل فتنة ازاي ومدى مقاربتها ومطابقتها للواقع. لو لقيت تقارب وتطابق في الفتنة اللي انت فيها وابتديت تشوف يعني الحاجات اللي قائمة عليها الفتنة، فانت شفت الصحابة حلوا الفتنة بتاعتهم ازاي والموضوع انتهى ازاي، يبقى ساعتها يكون عندك الى حد كبير حنكة ان انت تبقى فاهم المفروض تتعامل ازاي وتدعو الناس للتعامل ازاي في الفترة القادمة. عبد الله بن سبأ وائل غنيم في استراتيجية واحدة للفتنة، سواء الاستراتيجية دي كانت بمراكز أشعة من شعراء أو أدباء أو كانت بفيسبوك وتويتر. اللي هيقعد يبص على مين ايه الحاجة اللي بتعمل الفتنة مش هيوصل لأصل الفتنة. هي في مبادئ عامة، في مراكز نشر الخبر، في مراكز اللي هي اختيار الثوار، في مراكز مهاجمة النظام بطريقة معينة. عبد الله بن سبأ عمل ايه؟ أو وائل غنيم عمل ايه؟ هنقول ايه حيثيات الفتنة. رقم واحد، انت عشان تعمل فتنة وتوقع بيها دولة وتقدر تمسك بيها السلطة أو توقع الدولة تعمل الآتي. رقم واحد، أنت عاوز تعمل احتكاك مع قلب النظام الموجود، فتجيب مجموعة الثوار دول تروح بيهم لمركز القيادة في البلد، لمنطقة ما حدش يقدر يتجاهلها وتعتصم بيها أو يعني تتحرش بالقيادة فيها. زمان عبد الله بن سبأ اختار المدينة المنورة مكان القيادة، مكان وجود عثمان بن عفان. دلوقتي وائل غنيم اختار ميدان التحرير. ده رقم واحد. رقم اثنين، اختيار الثوار. تختار مين من الثوار؟ الثوار تختارهم من الشباب اللي يكونوا موتورين او يكونوا من الطامعين في السلطه. موتور يعني ايه؟ يعني الراجل ده مثلا الدوله اقتصت منه، اتأذى من الدوله بشكل او باخر، او ليه طموح يبقى من القيادات في البلد، فهو عاوز حد يساعده على الوصول لحلمه، فبيشوف المجموعات دي. عبد الله بن سبأ او وائل غنيم الاثنين عملوا نفس الموضوع. عبد الله بن سبأ اختار مجموعات من مصر، من الشام، من العراق، خلى المجموعات دي تألفها وخلاها كلها في مجموعة سماها 6 ابريل، سماها السبائيين. بعد كده انت وصلت لنقطة اللي هي بتشوف حاجة من العقيدة تدلس بيها وجودك في المكان ده، لانك انت رايح تقول انا رايح اسقط دولة او رايح احارب قائد الدولة، الناس هتنهيك. فهو لازم تشوف نموذج من العقيدة بحيث يعني تخبي بيه وتموه بيه التصرف بتاعك. عبد الله بن سبأ عمل كده، وائل غنيم عمل كده. هنقول تفاصيل بس بديكوا ايه الصورة العامة للموضوع. بعد كده بتروح انت في مواجهة مباشرة قدام قائد الدولة. قائد الدولة طبيعي هيحاول يتجاهلك او فترة، بعد كده ممكن يرد عليك او ما يرد عليك، يبقى في مناصره، يبقى العالم كله في الدوله دي او الدوله دي كلها تركيزها عليك انت والقائد، هم دول رايحين يقولوا له ايه وهو رد عليهم بايه.
بعد ما القائد يحاجك هتمشي تعمل نفسك انت سمعت الكلام وخلاص تتكل على الله، وانت ماشي تعمل فضيحه لقائد الدوله عشان تاكد للناس ان هو القائد الدوله ده كذاب. الكلام ده حصل مع عبد الله بن سبأ وحصل مع وائل غنيم. بعد كده بتروح تقتص من اللي هو اللي ماسك البلد ده واللي هو قائد البلد، بيبقى وتحصر المكان اللي هو فيه او تحصر منشآت عامه في البلد، فيبقى قدام البلد حاجه من الاثنين، يا تقاتلك يا تتنازل لك عن السلطه. لو تنازلت لك عن السلطه يبقى هم عملوا شرعيه ثوريه، خلوا اللي عملوا الثوره هم اللي يمسكوا السلطه. ولو قتلك هيبقى في دم وناس بتموت، وهيطلع ناس تنادي بالقصاص للناس اللي ماتوا دول. والكلام ده حصل حتى لما يعني الزبير بن العوام وطلحه وسيدنا طلحه الاثنين قتلوا 6 بس من الثوار في البصره، خرج بسبب ال6 دول 6000. زي احداث محمد محمود كده بالظبط، بيبقى ما فيش تأييد شعبي وعدد الناس قليل، بس مع اول صدام بتلاقي عدد الناس اللي موجوده بتأيد الناس دول عددهم تضاعفت بالالاف. تعالوا نشوف حيثيات الفتنه بقى اللي احنا قلنا دي استراتيجيه الفتنه العامه. فانت في النهايه هو بيجبر البلد، يبقى هو كانه عمل خرق في البلد، كانك مسكت حته قماش وقطعت فيها حته من قدامه بتشدها. ناس راحوا يطالبوا بحاجه معينه اتقتلوا عشان هم رايحين يطالبوا بحاجه كويسه، فاحنا عاوزين نختص ليهم، فهنبعت ناس ثانيه، الناس الثانيه هيعملوا نفس الموضوع، عدد بتتزايد، فهو يا اما يقتلهم يا اما يتنازل لهم عن السلطه. لو تنازلهم عن السلطه يبقى زعماء الثوار هم اللي هيقودوا، لو ما تنازلهمش عن السلطه وقتلهم يبقى في قصاص ثاني، ويفضل الموضوع يفضل يعني دواليك. تعالوا بقى نشوف سيدنا عثمان عمل ايه، سيدنا علي بن ابي طالب عمل ايه، احنا عملنا ايه، والطريق اللي ماشيين فيه عامل ازاي. طيب دلوقتي تعالوا كده نشوف عبد الله بن سبأ عمل ايه بالظبط. عبد الله بن سبأ راح درس المدينه، عمل فيها SWOT اناليسيس، او عمل فيها يعني سبحان الله من توفيق الشيخ محمد حسان وبيشرح الخطبه بتاعتها كان بيقول درس فيها اماكن القوه والضعف. ودي اي يعني بلان بتاعت يعني عاوز تعملها لاي حاجه لازم تعمل اول حاجه SWOT اناليسيس او دراسه القوه والضعف. لقى ان لو ما فيش دي مخرج في المدينه، فعمل ايه؟ تألف ناس من مصر ومن الشام ومن العراق عشان يبقوا هم دول 6 ابريل او دول بذره الثوار، اسمهم السبعيين. السبعيين دول 6 ابريل. السبعيين دول عمل بيهم ايه؟ عاوز يوديهم لقلب النظام عشان يحاصروا سيدنا عثمان بن عفان رئيس الدوله او اللي هو خليفه المسلمين. عمل ايه؟ لازم يديهم ايديولوجيه. الايديولوجيه دي لما يجي يدرسها رهيبه جدا وهتفهمنا حاجات من اللي بتحصل دلوقتي. قالوا سيدنا عثمان بن عفان طلعوا عليه حجج كتيره جدا. الحجج الكتيره دي اللي هم رايحين يتكلموا بيها، اول حاجه لازم هو يلبس ستار من الدين، فهو قايل انا رايح اعتمر في مكه، وبعد كده هو هيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده هو هيامر بالمعروف وينهى عن المنكر لسيدنا عثمان بن عفان. لو حد اعتدى عليه وهو رايح يعتمر، انا رايح اعتمر، انا مش رايح اهرب مخدرات زي الجزاوي. لو حد رايح يزور المسجد النبوي، يا جدعان انا رايح ازور المسجد النبوي، ازاي يتهموني باهانه الذات الملكيه؟ بعد كده يروح يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، احنا شباب طاهر ورايحين نقول كلمه حق في وجه سلطان جائر، فعمل فينا وسوى وسوى وسوى. فلو حد اعتدى عليهم في المراحل دي، هم لابسين ساتر من الدين، فما حدش يقدر يعتدي عليهم. فراحوا للمكه، وبعد كده راحوا المدينه، وبعد كده راحوا لسيدنا عثمان بن عفان. احنا باسمنا بنعمل ايه؟ بنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. سيدنا عثمان بن عفان جات له الاخبار دي مؤامره لقلب نظام الحكم. سيدنا عثمان عمل ايه؟ في صحابه اشاروا عليه بقتل الثوار دول. سيدنا عثمان رفض وطلب محاجتهم. هيلقي بيان، بس البيان ده هيتفاعل فيه مع الثوار. قالوا الحجج بتاعتهم، الحجج بقى كالاتي: سيدنا عثمان بن عفان اتقال عليه ان هو ايه؟ بيورث الحكم لجمال مبارك، اسف، بيولي السلطه لاقاربه. رقم 2 ان عثمان بن عفان قتل خالد سعيد، اسف، قتل ناس من الصحابه وعذبهم ونفاهم. ان عثمان بن عفان ما بيطبقش الشريعه الاسلاميه، اسف، مبتدع. وكل حاجه اتقال عليها تلفيقه. طبعا ما حدش الكلام ده مش على سيدنا عثمان، في تفصيلات وفي ردود كتيره جدا. اللي عاوز يعني في كتاب اسمه عواصم من القواسم،
يعني اتمنى ان الناس تشوفه وتقراه يعني، او لو انت مش عاوز تقرا عاوز تسمع، في سلسله الفتنه للشيخ محمد حسان، سلسله رائعه اتمنى تسمعها. المهم فراحوا له احنا رايحين نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ومعانا الايديولوجيه دي اللي هي ايه؟ الحجج اللي احنا قلناها لك. دلوقتي اللي حصل ايه في الثوره اللي عندنا في مصر؟ نفس الحكايه، احنا رايحين يا جدعان نعبر عن راينا ونقول كلام كويس وكلام الناس كلها متفقه عليه، كرامه انسانيه، عيش، حدايه اجتماعيه، الكلام اللي هو ايه؟ محدش يختلف معانا عليه اصلا. لو حد ضربنا يبقى هو باسمه بيعتدي على متظاهرين سلميين. فسيبونا نقدر نلم الناس براحتنا لغايه ما نقدر نخلق نقطه الصدام زي ما عبد الله بن سبأ عمل. عبد الله بن سبأ وصل ان هو خلاص من الناس بتوعه قدام سيدنا عثمان، سيدنا عثمان حجهم وكسبهم قدام الصحابه، تمام؟ وخد عليهم العهد ان هم يمشوا ويعني ما يفرقوش المسلمين وما يشكوش على اساس الطاعه. عملوا ايه؟ مشوا خلاص، ادى الخطاب. فالمصريين قالوا خلاص نستنى 6 شهور والراجل كويس وايه؟ و6 شهور دول مش بتفرق، وفي نفس الوقت ايه؟ مش يعني الثوره كفايه عليها كده. عبد الله بن سبأ يسكت؟ لا طبعا. عمل ايه؟ عمل كذبه جديده. الكذبه الجديده هي عمل ايه بالظبط؟ عمل خطاب مكذوب على لسان سيدنا عثمان بيقول لولي مصر اقتل الثوار. يعني ايه؟ يعني لقوا عقيد امن دوله سابق معاه حاجات مستندات تدل ان هو رايح يغتال شخصيات في الميدان. نفس الايديولوجيه، ايديولوجيه ناس محترفي كذب. فالمحترف الكاذب ده انا هقول لك، انت ممكن تقول لا بس ده كان كاذب ايام سيدنا عثمان بس دلوقتي مش كاذب. انا هقول لك على حاجه تخيل الكلام ده كان بيحصل اوقات سيدنا عثمان. في كتاب تاني مكذوب راح باسم سيدنا علي للثوار بيقول لهم تعالوا عشان نقتل عثمان بن عفان. وخطاب ثالث مكذوب على لسان السيده عائشه راح للثوار بيقول نفس الكلام. الثوار دول في جزء منهم راح لسيدنا علي بن ابي طالب بيقول له يعني شفت عدو الله، طبعا حاشا الله عز وجل يقصد سيدنا عثمان، عمل ايه واشهب بينا لولي مصر عشان يموتنا، فاحنا جايين عشان نقتله وعاوزينك تخرج معانا. فرفض. قلت انت بترفض ازاي؟ اذا كان انت اللي بعت لنا. قال لهم ما بعتش حاجه. فقعدوا يبصوا لبعض. انا عاوزك تتخيل معايا الموقف التاني. تخيل لو انت مكان سيدنا علي بن ابي طالب وبيتقال على لسانك اللي انت دعيت الثوار، والثوار دول جايين عشان انت عاوز تبقى الرئيس او تبقى الخليفه، وكرهت ان سيدنا عثمان يبقى الخليفه، فجبت الثوار دول عشان تخليهم هم اللي يساعدوك توصل للهدف بتاعك. وانت تقسم للناس اللي انت مش هدفك كده واللي انت مع سيدنا عثمان، والناس مش مصدقه ليه؟ لان الناس اللي حواليك تسربت اشاعات قويه اللي الناس دول كلهم قائمين باسمك. وان انت قلت لهم تعالوا اقتلوا سيدنا عثمان بن عفان. لغايه دلوقتي في ناس بتقول ان اللي قتل عثمان بن عفان هو علي بن ابي طالب والمؤامره بتاعته. ده بالظبط عامل زي ايه؟ تخيل لو انت ووالدك مثلا في اشاعه طلعت عن لاخوك او لحد جارك او كده ان انت ووالدك في بينكم مشكله. لا اخوك بيقول له نفس المعلومه دي، ولا مش عارف حد في الشارع بيقول له المعلومه دي، ولا حد تاني بيقول له المعلومه دي، وسمع مش عارف صوت ايه فقال يبقى هو ده اكيد. فلكن وانت اصلا مفيش مشكله بينك وبين والدك، فقال لك في مشكله بينك وبين والدك، تقول لا مفيش، تقول هو اكيد بيكذب عليا عشان مش عاوز يطلع خصوصيته بره. تسال والده هو حصل مشكله، يقول لا مفيش، ده اكيد بيكذب عليا عشان هو بس مش عاوز يطلع خصوصيته من بره. يقول لك يا عم الاثنين، يقول لك يا عم والله العظيم ما في بينا مشكله. طب هاتي عادي راسه هو بيبصها، شفت بيبص راسه اهو، معنى كان في مشكله. لو الاشاعه وصلت لمبلغ قوي، سيدنا علي بن ابي طالب اللي في وسط الاشاعه مش عارف يكذبها. السيده عائشه اللي في وسط الاشاعه مش عارفه تكذبها. السيده عائشه اللي بعد كده خرجت عشان القصاص لسيدنا عثمان بن عفان، كانوا الثوار عاملين عليها خطاب مكذوب بيحثهم او بيحث بعض منهم ان هم يقتلوا عثمان بن عفان ويقتلوه. تخيل الكلام ده كان ايام من غير الجزيره وفيسبوك وتويتر. ده بالظبط عامل زي ايه عندنا؟ زي مثلا قضيه زي قضيه الجزيره. انتوا رايحين اسمه ده واحد رايح يعتبر تمسكوه عشان قضيه سياسيه. القضيه السياسيه اهانه الذات الملكيه، وبعد كده في عفو ملكي طالع عنه بعد ما عملنا حمله اعلاميه قويه ضده، ويطلع اصلا لا في حاجه اسمها قضيه اسمها اهانه الذات الملكيه، ولا يطلع ان الملك اصلا كان متابع الموقف. هو الحكومه بتتعامل بالقانون، وهو الملك ما عندوش اي مشكله مع اي حد، مش هيسطر نفسه عشان يقف قدام واحد
انا عاوز احاكم ده عشان هو غلط فيا في حته من الاماكن ولا يفرق معاه اصلا، ويطلع ان مفيش قضيه اصلا وان احنا اتقال لنا ده كله كان كذب. فلما يتقال لواحد دلوقتي القضيه دي كانت كذب، يقول ايه؟ يقول عشان المصريين دافعوا عن واحد منهم عاوزين يقتلوه، عاوزين يعدموه. اصل حكم تهريب المخدرات والتجاره في المخدرات في السعوديه الاعدام. فلو اتقال عليه دلوقتي القضيه ان هو اتحكم عليه بالاعدام وثبتت عليه قضيه ثبوت نهائي، هيتحكم عليه بالاعدام، لان السعوديه بيطبقوا القانون على اي حد سواء سعودي او غير سعودي. فبناء عليه هيطبقوا القانون، مش هيوقفوا القانون عشان واحد مصري. وبناء عليه انت شفت انت الفتن ما عندهمش معلومات صادقه، فبيضطر يعمل ايه؟ اشاعه. الاشاعه دي هي مصدر قوه عبد الله بن سبأ، واذا كانت هي كانت مصدر قوه عبد الله بن سبأ فعند وائل غنيم هي اقوى بكتير قوي. طيب بعد كده النقطه اللي بعديها، فراحوا دلوقتي قالوا سيدنا عثمان احنا بعد ما اتفقنا معاه ان الموضوع انتهى ومروحين بلادنا، نلاقيه بعت خطاب مكذوب او خطاب اللي هو المفروض المكذوب لوالي مصر، يعني يمسك عقيد امن دوله سابق، نلاقيه معاه الخطاب ده لوالي مصر عشان يخليه اسمه ده يقتل الثوار، يبقى سيدنا عثمان يستحق القتل. فراحوا عملوا ايه؟ حاصروا سيدنا عثمان. حاصروا سيدنا عثمان. دلوقتي سيدنا عثمان قدامه خيار من الاثنين، ما لهمش ثالث، هو محاصر. فعشان حاجه من الاثنين، يا اما هيموت بالجوع في مكان هو فيه وده طبعا مش هيحصل، يا اما يقاتل الثوار، والصحابه كانوا عاوزين يقاتلوا مع الثوار، خصوصا ان عددهم قليل نسبيا بالنسبه لمجموع الناس اللي عايشه في المدينه. فده احتمال. الاحتمال الثاني اللي هو يتنازل بيهم ويخلع نفسه، ويبقى ساعتها هم اللي مسكوه، لان هيبقى في حاجه اسمها شرعيه ثوريه. فقدامه الخيار ده والخيار ده. زي ما كان الخيار ده موجود قدام مبارك، وكان موجود قدام القذافي، وكان موجود قدام بشار. كل واحد كان قدامه الخيار ده، اتعمل عليه ثوره، ووصل الخيار ده قدامه بعد ما اتعملت له فضيحه ان هو خاطب الناس، وبعد كده حصلت حاجه فضيحه ليه تتقال ان هو موقعة بقى جمل، خطاب مكذوب، ايا كان. يتقال عليه هو ايه؟ اللي عامل الكذب على الناس بعد ما تعهد لهم اللي هو الناس دول مش محدش هيلمس شعره منهم، وهيروحوا بيوتهم سالمين ومحدش هيقرب منهم خالص. طيب المفروض بقى سيدنا عثمان يعمل دي. سيدنا عثمان جاله حل، بس الحل ده حل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حل من الله عز وجل. الحل ده فيه ارشاد غريب جدا. الارشاد ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل كده سيدنا عثمان وهو عايش، وقال له حقيقي لما تبقى خليفه للمسلمين ولما يجوا ناس يخرجوا عليك ما تخلعش نفسك، واصبر على اللي هيحصل لك، وبشره بالشهاده. ويوم ما الناس خرجوا عليه وحاصروه، جاله في الرؤيا في المنام هو وسيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، وقالوا له بشروه ان هو هيفطر عندهم. فسيدنا عثمان بن عفان الحل جاي له من النبي صلى الله عليه وسلم، الحل الثالث، لان لو عمل اي حل من الاثنين الامه هلكت. سواء حل اللي هو يديهم الحكم فيبقى الثوار هم اللي ماسكين من الحكم ويبقى اداهم شرعيه، او ان هو يقاتلهم فيبقى في ناس منهم تموت، فيطلع عليهم ناس عشان تقتص الثوار، فيحصل خرق في الامه تفضل في قتال، عدد القتلى بيزيد، القصاص بيزيد، والقصاص بيجيب قصاص لغايه ما الامه تنتهي تماما. سيدنا عثمان عمل ايه؟ امر الصحابه امتثالا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فيش حد فيهم يقاتل، وقال لهم افضل اخياركم عندي وافضلكم عندي اللي هيكف سيفه ويكف سلاحه. احنا عندنا في نهايه الزمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فان دخل على احدكم بعد ما قال فتن كقطاع الليل المظلم، قال في اخر الحديث ايه؟ فان دخل على احدكم، يعني لو حد دخل عليك دارك عشان يقاتلك، فان دخل على احدكم فليكن كخير ابني ادم. يعني حتى لو الناس جم اصحاب الفتنه، مش حد بيسرقك، لا في فتنه، الفتنه دي حد جاي يعتدي عليك سيبه يموتك، دي افضل شهاده ممكن تعملها. في الوقت ده القتال الدم بيجيب دم، سيبهم يموتوك، دي افضل شهاده وافضل حل. الحل ده ما يقدرش يعمله غير ناس مخلصه فعلا. واحد زي سيدنا عثمان بن عفان، يجي واحد زي عبد الله بن سبأ يقول انا ما فيش عبقري احسن مني، انت قدامك خلاص اللعبه قفلت، يا كده يا كده، كده تبقى شرعيه ثوريه، كده هفضل انادي بدم الشهداء وقصاص دم الشهداء وقصاص، الامه تفضل تقاتل بعضها لغايه ما الامه تنتهي،
وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم برضه حذر من فتنه الدجال وقال فيها ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض. طيب انت دلوقتي ممكن تقولي انت يعني ايه؟ انت اتهمت وائل غنيم اللي هو بيصنع الفتنه. والله لو انت بتصوره وبتعبد وائل غنيم اتفضل اعبده. انا بقول لك هو امكانياته ايه؟ انت كثائر مالكش غير اللي انت تحط صوره بروفايل بيكتشر اللي وائل غنيم بيقول لك عليها، او تتظاهر في الوقت اللي وائل غنيم هيقول لك عليه، او تقول المعلومه اللي وائل غنيم هيقول لك عليها، او تطلب الفعل اللي وائل غنيم هيقول لك عليه. يعني مثلا جمعه الغضب، اي جمعه اتعملت اللي مسميها واللي حاطط البروفايل بيكتشر بتاعها واللي حاطط ايديولوجيتها ومبادئها واهدافها هو وائل غنيم. اللي بيحدد مكان التظاهر واللي بينظم المجموع ككل هو وائل غنيم. انت اخرك تحط بروفايل بيكتشر اللي وائل غنيم حطها لك وتكتب الكلمه اللي وائل غنيم حطها لك ومكتوب تحتيها كامل وشير يعني منسوخه وانشرها، وان انت تنشر الفكره اللي وائل غنيم قال لك عليها. جرب انزل مظاهره هتلاقي وزنك في المظاهره زيرو. يعني تقول اي حاجه ما حدش بيسمعك. هتلاقي اليافط المحطوطه في المظاهره الحاجات المطلوبه انت مش حاططها اصلا. وبتلاقي المظاهره هي بتوجهك ليمين او شمال. انت اقصى حاجه تعملها تبقى عبد عندهم. مالكش اصلا اللي انت تحط راي. هو قوته قوه وائل غنيم مش بشخصه. هو راجل بكل بساطته جدا بيحط ايديولوجيه. هو زيه زي عبد الله بن سبأ بيحط ايديولوجيه. الايديولوجيه دي احنا هنستخدم مبادئ وقواعد عامه. هنروح في حته في مركز حساس للدوله. هنواجه النظام وهنتهمه بتهم. هو غصب عنه لازم يرد او هنفضل واقفين على طول. لو فضلنا واقفين على طول اعتصام البلد هتقع او هنحصره زي ما حصلنا عثمان بن عفان. البلد وقعت مستحيل حد يسيب البلد هتقع، فهو غصب عنه هيجي لنا، ما جالناش هنعمل فضيحه زي موقعة الجمل. اتعملت موقعة الجمل واتعملت الفضيحه، هو ساعتها مصداقيته في الشارع انعدمت، لان هو طلع للناس وبيأمن الناس كلها وبيقول لهم روحوا ومفيش واحد فيكم هيتلمس وانا بحبكم وانا كان ليا تاريخ كويس معاكم والكلام ده. الناس بعد ما اتعاطفت معاه شافته كذاب وبيقتل الناس، خلاص التعاطف انتهى. قدامك حاجه من الاثنين، يا تقاتل الناس اللي في الشارع فيتعمل قصاص وقصاص وقصاص وقصاص، ويتعمل زي ما حصل في ليبيا وزي ما بيحصل في سوريا. اللي بيصارع الفتنه بتغلبه. سيدنا الزبير بن عوام وسيدنا طلحه بن عبيد الله، الاثنين لما قتلوا 6 من اللي هم 6 ابريل او من السبائيين، قتلوا 6 بس، خرج من ال6 دول 6000، زي ما بالظبط بيحصل في احداث اللي احنا بنشوفها دلوقتي محمد محمود وغيره. نيجي بعد كده لاحداث موقعة الجمل. موقعة الجمل القديمه مش الجديده. موقعة الجمل هتلاقي ان مجموعه اللي هي الجيش اللي هو خارج، هو مش جيش ساعتها، وكان ناس خارجه عشان القصاص، اللي هو سيدة عائشه وطلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام والناس اللي معاهم. رايحين عشان ايه؟ يطالبوا بسيدنا علي بن ابي طالب ان هو يختص من الثوار. سيدنا علي بن ابي طالب يرى حاجه معينه، دي احنا هنعملها في الحلقه الجايه ان شاء الله، اللي هو شايف ان هو لو عمل القصاص دلوقتي الامه هتتفسخ زياده، لان الناس دول يملكوا حد تاني ما يقدرش يملكه، اللي هي ايه؟ عقل زي عبد الله بن سبأ اللي بيقدر يتجري بدمهم، ويقدر لو واحد فيهم مات يخلي ناس كتيره تخرج لمده، فلو قتل منهم ناس هيخرج منهم ناس ثانيه وناس ثالثه وناس رابعه، والناس دول قاعدين في مدينه وماسكينها ومش عاوزين يخرجوا منها. فساعتها سيدنا علي بن ابي طالب اللي في مخه وحده الامه وقوتها ومش عاوزها تقع، بيفكر باسلوب بعيد، بيفكر بطريقه فيها رؤيه قويه. سيدنا طلحه بن عبيد الله وسيدنا الزبير بن عوام بيتصرفوا نتيجه الامر بالله عز وجل بالقصاص، وسيدنا علي بن ابي طالب تاخر القصاص، فرايين محترمين، بس سيدنا علي بن ابي طالب عنده فقه الفتنه اقوى في النقطه دي، فكان هو اللي على حق. المهم خلاص الامه كانت هتصطلح قبل موقعة الجمل، نتيجه ايه؟ نتيجه ان سيدنا القعقاع كان بيكلم سيدنا طلحه بن عبيد الله وسيدنا الزبير بن عوام وهم واقفين بيتكلموا، فهم بيقولوا له احنا جايين عشان طالبين اصلاح، والاصلاح عن طريق اقامه القصاص في اللي قتلوا سيدنا عثمان بن عفان، اللي سيدنا علي بن ابي طالب دلوقتي يعتبر بيحميهم. فاحنا عاوزين نقتل الناس دول ونختص منهم. فسيدنا القعقاع رد عليهم قال لهم لو انتوا لما جيتوا تحمستوا لقتل 6 خرج عليهم 6000، لو انتوا قتلتوهم هيخرج بدل 6000 هيخرج اضعافهم، ولو ما قتلتوهمش انتوا وقعتوا في اللي وقع فيه سيدنا علي.
سيدنا علي مأخر القصاص عشان شايف قوة الناس دول، فهو مأخر القصاص عشان وحدة الأمة. يعني سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدة عائشة وسيدنا الزبير بن عوام الكلام أقنعهم، فقالوا خلاص احنا يعني لو انت كلامك يطابق كلام علي فممكن نرفض الموضوع. المهم باتوا من الليلة، فطلع مين اللي شاف الدنيا هتتحل؟ وائل غنيم، قصدي عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ عمل ايه ساعتها؟ قسم الجيش بتاعه لجيشين. في الاول الجيش بتاعه قالوا لو علي بن ابي طالب استجاب ليهم وقتلنا هنعمل ايه؟ هنقتله. فعبد الله بن سبأ ده عارف، ده هو اصلا خرج بحجه ان علي بن ابي طالب هو الحاكم الشرعي، واحنا خارجين مش عشان نفسنا، احنا خارجين عشان علي بن ابي طالب اصلا. فلو هم خارجين الموضوع اتقلب وقالوا احنا خارجين عشان احنا قتلنا اللي خارجين عشانه، الناس هتذبحهم. فقال لهم ما ينفعش. عمل ايه؟ قسم جيشه نصين، نص راح انضم بالليل لجيش السيده عائشه، والنص الثاني انضم للجيش اللي هو تبع سيدنا علي بن ابي طالب. اول ما الليل دخل بعديها فتره عملوا ايه؟ ضربوا بعض طوب ازاز مولوتوف، اسف مش ازاز مولوتوف، طوب وحجاره، وبعد كده رمي بسهام. ناس ماتوا من هنا، ناس ماتوا من هنا، ناس منهم هم ذات نفسهم اللي هم 6 ابريل اسف من السبائيين قالوا ده الجيش كل واحد يقول على الجيش الثاني هو اللي خدنا، تعالوا اضربوا فيهم اضربوا فيهم. الصحابه قعدوا يقتلوا في بعض بالليل، ما حدش شايف حاجه لغايه ما الصبح طلع، فابتدوا يشوفوا وابتدوا يتكلموا، ابتدوا يعرفوا ايه اللي حصل، او بعض الاحداث ابتدوا يقدروا يوقفوا الفتنه، لان ساعتها كان الضرب مش عارفين مين يضربهم اصلا، كله بيضرب في بعضه ومحدش فاهم اي حاجه. هنوصل بعد كده ان شاء الله في الحلقه الثانيه لموقع صفين وسيدنا علي بن ابي طالب وتعامل مع الفتنه ازاي، الفتنه اتحلت ازاي بعد كده يعني بالصلح اللي حصل بين سيدنا الحسن السيد اللي تنازل وسيدنا معاويه. ان شاء الله دي في حلقه قادمه، وبعد كده في مره ثانيه هنفصل ايه بقى قوه وائل غنيم اللي ما كانش اللي مش عند عبد الله بن سبأ. هو وائل غنيم كانوا قاعدين على صفحه كلنا خالد سعيد بيخططوا للاماكن بتنسيق مع ناس في المحافظات كلها، لتنسيق فين الاماكن هتبقى في القاهره. هم اللي مختارين اليوم، هم اللي مختارين اسم جمعه الغضب تقريبا على حد علمي، هم اللي مختارين اسامي معظم الجمعات اللي اتسمت قبل كده. حي كل شباب المحافظات المصريه وخاصه اسكندريه. طبعا اسكندريه دي لها وضع خاص، يعني اديهم 1000 تعظيم سلام لرجاله اسكندريه، 1000 تعظيم سلام. واكثر محافظه سجلت اكثر من القاهره والجيزه كانت اسكندريه، وقنا واسماعيليه وبورسعيد والسويس والشرقيه، لان احنا كنا مستهدفين محافظات معينه قلنا هنركز فيها بحيث ان هي تنتقل عدوى الاحتجاج منها الى المحافظات الاخرى. ازاي بيستخدم عقلك انت كانه هارد ديسك كده، بيقسمه بيحط حاجه فيه، انت اخرك هو يقسم لك حته اسمها فلول، انت عندك تقول ده فلول ده فلول، هو اللي حاطط لك الكلمه وهو حاطط لك البارتيشن، هو اللي حاطط لك كلمه اسمها جمعه الغضب، وانت الاحداث بتاعتها انت تقول ده تبع جمعه الغضب ده تبع جمعه الغضب، هو حاطط لك جزء اسمه الثوار، انت بعد كده اي حد تقول ده مش الثوار ده مش الثوار، هو اللي حاطط لك الايديولوجيه كلها، انت ما كنتش تعرف حاجه عن الثوره، هو اللي فرمت لك دماغك، هو اللي بيقسم لك فكرك. هنشوف الكلام ده بيعملوه ازاي في حلقات برضه قادمه ان شاء الله. خليكم معانا على صفحه الهدايه فتح النهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.